السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جدعان معانا فيديو جديد. النهارده هاخدكم معايا في جولة بننضف الحمام، وبعدين وهنظبط المكان بتاع الحمام. في كذا حاجة هنظبطها ونقفله كويس، وان شاء الله كله زي الفل يعني. اول حاجة خطوة عملتها ان الحمام كان القفص كده يا جدعان زي ما انتم شايفين. شلت الاقفاص دي ونضفت تحتها كويس. بعدين جبت المكون ده اللي هو اهم مكون عملته النهارده معانا في التعقيم، من اهم الحاجات في التعقيم النهارده. ده خل تفاح مع خل عادي مع معقم، اي نوع معقم يعني كيميائي يعني. تمام. المهم اي معقم عادي يعني بتاع تنظيف ارضيات وكده، وحطيت عليهم ميه، وبعدين حطيتهم في البخاخه دي. بعدين بدات ارش الحته دي كلها. هنرشها كلها يا جدعان كده زي ما انتم شايفين، عشان عايزين ندعي على اي مثلا اي بيض حشرات موجود او اي حاجه، عشان المكان ده كله يا جدعان عشان هو تحت كده. ده القفص ده بيكون تحت القفص، فمثلا اي تراب يجي ده بيبقى احسن بيها لنمو الحشرات، بالذات حشره كده عامله زي زي الخنفسه صغيره قوي كده. فده احسن انسب مكان ليها يعني، صراحه حشره مقرفه. فدلوقتي ده كله لازم نتعب شويه عشان نحافظ على سلامه طيورنا وصحتهم. واصلا الطيور اليومين دول داخلين في اسهال الاخضر والجو ده، فربنا يسترها يعني من سالمونيلا وده كله. وان شاء الله هنديهم سوا النهارده الدواء بتاع السالمونيلا كوقاية ان شاء الله. رب يعني ربنا يبعد عنهم الامراض كلها يا رب. فدلوقتي انا هعمل كده مع كل الاقفاص الموجوده، واشيل كل الاقفاص وننضف كله تحتيه وهنرش بالمعقم. بعدين نخش على الخطوه اللي بعديها كده يا جدعان. انا هجيب دلوقتي السقايات بتاعتي اللي انا عاملها في دي كلها اللي انا عاملها، وبعدين هبدا ارشها بالمعقم كده زي ما انتم شايفين من كل جهه، وننضفها كويس نعقمها كويس، وهنبدا مثلا نفركها كده عشان تبقى نضيفه. تمام. بعدين هغسلها بالميه يعني بسرعه كده نغسلها بالميه عشان تبقى نضيفه، وهوريك شكلها بعد ما اخلص. زي ما انتم شايفين كده يا جدعان شكلها بقى زي الفل ما شاء الله، بقت نضيفه قوي وعقمناها وبقت ريحتها حلوه، كل حاجه فيها زي الفل. دلوقتي هرجعها معاكم عند الحمام. يلا بينا كده يا جدعان. اكون رجعتها عند الحمام تاني بعد ما اتنضفت، واصب لهم فيها ميه وكده يبقى كله زي الفل. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنجيب يعني بودرة حشرات او حشرات عموما يعني. تمام. مش مشكلتي مع الصراصير، مشكلتي مع حاجه زي الخنافس برضه في صراصير، فعايزين نخلص من الجو ده كله. لو متوفر عندك جير مطفي حطه، احسن من اي حاجه طبيعيه، احسن من ده بمليون مره. بس انا مش لاقي جير مطفي. الجير المطفي اللي الحمام كله بيفيده اصلا يعني، معلومه. ناخد بالنا نكون حذرين عشان الحاجه دي ما تجيش علينا، قصدي عشان ما تجيش على الحمام يعني، الحمام بتاعنا الطيور بتاعتنا. دلوقتي هنبدا نرش كده يا جدعان. شايفين نرش في كل حته. تمام. تحت ده المكان اللي بيتحط فيه القفص، زوايا وكده. زي ما شايفين يا جدعان الليل علينا وبارق من العصر شغال، يا ربنا يعين يا رب. المهم دلوقتي اخر خطوه دلوقتي هنعملها، وهي اني هقفل المكان ده. في المكان ده كله متقفل، في حته بس مش متقفله، فاقفلها بالشبك زي ده كده، شبك او سلك زي ده كده، اقفل بيه الحته دي، اظبطه اقفل بيه الحته دي. وعندك الحاجات دي مش متثبته كويس هثبتها كويس. تمام. كذلك الامر في هنا، هقفلها كويس ثبتها كويس، وبكده هنكون خلصنا ان شاء الله. هخلص واوريكم بس يا جدعان، وبكده نكون خلصنا كل حاجه النهارده. لا شدنت علينا كمان. قفلنا الحته من فوق كويس، الجنب ده كده بقت متقفله كويس. بس بقى ده كان فيديو النهارده. اتمنى لو عجبكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا كومنتات. يلا تعبتكم هنا وقولوا ما شاء الله دايما تذكروا ربنا. يلا كان معكم عبد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.